بس معلش انت زعلان ليه ان الشرطه المدرسيه شايفين نفسهم لواءات؟ ما هي نفس الحاجه، افراد من المجتمع بيتم تنصيبهم حكام على الباقي، ودي ضروره من ساعه ما عشنا في جامعات. القبائل القديمه كانوا بيحكموا الهيبه، الكبير في السن، الاقوى، الاحكم، وهكذا. جت الحضارات في مصر والرافضين وبقى في جهاز بيحمي وينفذ القانون، لكن اول جهاز شرطه مؤسسي ظهر في الدوله الاسلاميه في عهد علي بن ابي طالب سنه 35 هجريه، بسبب الاضطرابات اللي حصلت بعد مقتل الخليفه عثمان بن عفان والفتنه الكبرى اللي حصلت بينه وبين معسكر الشام بقياده معاويه. اتسمت الشرطه لانهم كانوا بيلبسوا شريط قماش عشان تميزهم عن عامه الناس، ورئيس الجهاز كان بيبقى اسمه صاحب الشرطه، حاجه كده زي وزير الداخليه دلوقتي. كانوا بيراقبوا الاسواق عشان اي غش ويفضوا الشغب والمنازعات، زي اللي حصل لما توفى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الناس اتزحمت في جنازته لدرجه انهم ما قدروش يدفنوه، فاضطرت الشرطه تتدخل عشان تبعد الناس وتسمح لاهله يدفنوه بسلام. وجود الشرطه مش دلاله على اننا همج ولا محتاجين حد يشكمنا، لكن الحقيقه انها دليل تحضر، بشرط انها ما تبقاش تمييز او فوقيه، لكنها مسؤوليات مختلفه متوزعه علينا. والتحضر ان الناس تقدر تتفق على الادوار اللي بيلعبوها، وازاي كل دور يخدم الكل مش نفسه.